بعد إصابة لاحقت بلاعب مهم جدا بالفريق وهو زيد علاء. إصابة على مستوى الكتف حرمت هذا اللاعب من اللعب لبقية مباريات المرحلة الثانية رفقة فريق الحلة. خسارة كبيرة أكيد لفريق الحلة في المرحلة الثانية. خسارة لاعب سنتر مهم زيد علاء أيضا من الأسماء المهمة والشابة رفقة فريق الحلة. كرة محاولة نعود ديكسون التاي جيم تعديل الأرقام. ديكسون ديكنبي أنا أعتبره من أفضل المحترفين متواجدين حاليا في الدوري العراقي. الصافرة تحضر في هذه اللحظات. خطأ حاضر لمصلحة فريق الكرخ. هذا هو القرار التحكيمي وعفوا لمصلحة فريق الحلة. خطأ كان لمصلحة محمد محسن الملقب بميسي. هذا اللاعب القادم من نادي زاخو. ايضا قبل هذا اللقاء كان هناك مباراة جمعت بين زاخو والكهرباء انتهت لمصلحة ابناء الخابور بنتيجة 80-66. كرة من الحد الجانبي محاولات دايتون خطير جدا هذا اللاعب دايتون. كرة تبقى لمصلحة فريق الحل. هذا الواضح امامنا بالصورة دايتون. كرة من الحد النهائي علاء حسين بالهاند اوف جون كروسبي. جون ستيب باك الى محمد الى علاء. دايتون من جديد درايف على الباك بورد ايزي باسكت. دايتون يانس لاعب اللي يحمل الرقم 44. تقدم للحلة يعود عباس هادي اوبن شوت تصويب ان ان اوت ضاعت. اين الريباوند؟ ريباوند لمصلحة علاء حسين ولفريق الحلة. هجمة جديدة الصافرة من جديد. كثرة الصافرات في بداية هذا اللقاء. هذا علي علاء الواضح امامنا بالصورة لاعب الشوتنج جارد. كرة محاولة جون دايتون تصويب يحصل على الخطأ. رميتين حرة. حاول بالاندوان ان يسجل هذا اللاعب لكنه يحصل على الخطأ. دايتون يانس على خط رميات الحرة. رميتين على التصويب الأولى ضاعت. انتظار تنفيذ الرمية الثانية. نعم يسجل بنجاح أحمد عبد الخالق مدرب الحلة مستمر بالتوجيهات. 5-2 النتيجة. تقدم للحلة. كرة ومحاولة براون تدوير البول موفمنت تصويب أضاع هذه الثلاثية فريد رعدي. تنتقل الحيازة دايتون محاولات فلوتر ريباوند من جديد سكند تشانس عن طريق علي علاء أيضا ضاعت. كرة للكرخ كناري وصيف الدوري براون 3 بوينت ضاعت. شيرود براون تهدئة الأوضاع من دايتون إلى جون لاعب التوب. جون درايف نايس اسيست بول فيك على حسين يتعرض للبلوك شوت حلوة من علي حاتم. اعتراض دفاعي أول بالبلوك وبالاختصاص علي حاتم. شاهد بول فيك لكن علي حاتم بالمرصاد. كرة للحلة محاولات من أجل زيادة الفارق. جون 3 بوينت ضاعت. ريباوند الدفاعي من ديكسون ديكنبي الذي لم يدخل إلى غاية الآن في أجواء اللقاء. ديكسون أعتقد كان فيها ووكينج هذه اللقطة. على العموم القرار التحكيمي هو الأول والأخير في هذا اللقاء. حيازة تنتقل مباشرة لفريق الحلة. جون محاولات الاختراق نايس اسيست بول فيك
زال بلوك شوت حلوه لعلي حاتم على الباك تو باك. كره 3 بوينت ديكسون، ناجحه هذه التصويبه. ديكسون ديكنبي تاي جيم من جديد، 5 نقاط لكل فريق. ديكسون ديكنبي يدخل باجواء هذا اللقاء بثلاثيه، ثلاثيه مهمه جدا اكيد لهذا اللاعب. كره لدايتون من اجل الرد. دايتون درايف فلوتر ايضا تسجيل بنجاح. يلعب كره السله بسيطه جدا هذا اللاعب. 5 نقاط الى غايه الان. هي الاحصاءات بالنسبه لدايتون. كره لبراون ولفريق الكرخ. ديكسون محاولات ديكنبي، جامب شات، تصويب، ايزي باسكت ايضا لهذا اللاعب. اعتبرها ايزي باسكت لان اللاعب نسبه مرتفعه على المسافه المتوسطه، لكن هناك ايضا رد سريع، رد سريع وبالمباشر حله يسجل. دايتون ايضا ارقام مرتفعه الى غايه الان. مباراه كلوز جيم منذ البدايه. كره وهجمه للكرخ. عباس هادي اوبن شوت 3 بوينت ضاعت. عباس هادي تنتقل الحيازه لدايتون. محاولات بلوك شوت ايضا، ثالث بلوك شوت لعلي حاتم. محاوله بالفاست بريك. فريد دفاع رائع جدا من محمد محسن، منع فريد رعدي من التسجيل. تبديل حاضر ايضا، خروج علاء حسين، دخول لحسنين علاء. هذا البلوك شوت الاخير على الاعاده، ثالث بلوك شوت لعلي حاتم. بالاختصاص اكيد علي حاتم لاعب دفاعي بامتياز، لاعب ديفندر على مستوى عالي. ديكسون على 3 بوينت، جود بوكس اوت وريباوند دفاعي من الحله. جون محاولات من صانع الالعاب، ياخذ السكرين من دايتون. جون البول فيك، كيك دبل اوت. دايتون 3 بوينت، الثلاثيه اون فاير هذا اللاعب منذ البدايه. اداء راقي جدا من دايتون، يصل بفريقه للنقطه رقم 12. اداء جيد الى غايه الان من الحله، يسير بالطريق الصحيح. كره براون الى فريد. براون من جديد 3 بوينت، تصويب. هذه الكره جون يلتقط الريباوند الدفاعي، حله انشط. علي علاء تهدئه الاوضاع الى جون. جون كروسبي. جون محاولات على البيك اند رول لكنها ضاعت. محاولات دايتون، تصويب ايربول هذه الكره. ثاني المحاولات، الصافره تحضر. خروج الكره وانتقال الحيازه لمصلحه فريق الكرخ. محاولة للكناري من جديد. ديكسون ديكنبي إلى عباس هادي. محاولات لإيجاد ثغرة في دفاعات فريق الحلة. ديكسون ديكنبي بالبادي كونتاكت يربح الخطأ، رميتين حر. اللاعب اللي يحمل الرقم 96 يسبب ازعاج كبير هذا اللاعب اسفل السلة. اعتبره لاعب سمول فورورد، لاعب يستطيع ان يلعب في اكثر من مركز. شاهد على الاعادة، كان يبحث على فرصة الاند وان. رميتين حرة لديكسون ديكنبي، اولى بنجاح. بلال حاتم مستمر بالتوجيهات، الحديث مع عباس هادي. مباراة مهمة للفريق، من الممكن العودة لسكة الانتصارات للكناري، عميد الأندية على مستوى الألقاب، 13 لقب للكرخ، أكثر فريق تحصلا على الألقاب منذ انطلاقة الدوري موسم 79-80. علي علاء الموسوي، محاولات لاعب الشوتنج جارد، السكيلز والمهارة، لكن برشر ديفنس حاضر من براون. كرة لمحمد محسن، محمد نايس كروس اوفر، الدخول، ضاعت هذه الكرة. ديكسون ديكنبي التقاط الريباوند والتفكير الهجومي على الباك بورد بالايد اليسار، يسجل
فالنقطتين فارق نصف سلة 12-11. الحلة لا يزال متقدم وبحيازة الكرة مع دايتون. محاولات كيك دبل اوت، تصويب 3 بوينت بالاختصاص. علي علاء لاعب منتخبنا الوطني سجل بنجاح. حلوة لعلي علاء. 15-11 اصبحت النتيجة. كرة من اجل تقليص الفارق. عباس هادي دخول، فرصة الاند وان ايضا يسجل. عباس هادي مهارة جيدة لهذا اللاعب. لقطة أخيرة مثالية، شاهد دبل تيك اوف والصعود والفينش باليد اليسار. الولي عباس تحصل على فرصة الرمية الإضافية. تبديل حاضر أيضا في كتيبة فريق الحلة. دخول لأحمد عبس، عفوا أحمد عبس، لاعب بداياته في الحلة أكيد لاعب أحمد عبس. كرة ومحاولة حلة، سيت اوفنس. علي علاء إلى جون، يتعرض للدبل تيم. محاولات جون، مهارة حاضرة. دخول ممكن، الاسيست احمد على البزر بيت، التصويب ثلاثيه جميله جدا. احمد عبس في اول دخول انت بصمت هذا اللاعب ب 3 بوينت على البزر بيت. كره مثل الرد ضاعت. ريباوند حله قادم من الفرات الاوسط. 3 القاب لهذا الفريق. جون فلوتر تسجيل. حله اون فاير، تقدم بالنتيجه. برافو لفريق الحله، تقدم مستحق. 19 نقطة الحلة، 13 نقطة الكرخ. أداء مثالي لفريق الحلة منذ انطلاقة هذا اللقاء. يضطر بذلك مدرب فريق الكرخ الكوتش بلال حاتم لطلب الوقت المستقبل. شوف نفسك هذا خلينا يدافع. ما يخالف ما يخالف. هذا اللي جرح انت. عدنا اليكم من جديد احبتي المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن الوقت المستقطع اللي طلب الكوتش بلال حاتم من اجل اصلاح الاوضاع على المستوى الهجومي والدفاعي بعد التقدم المستحق لمصلحه فريق الحله. محاولات من اجل الرد. اول بوزيشن بعد التايم اوت. فريد بالتخصص 3 بوينت، لاعب الشوتنج جارد سجل بنجاح. حلوه لفريد رعدي ايضا يدخل اجواء هذا اللقاء. لاعب مهم جدا، لاعب فريد رعدي لاعب منتخبنا الوطني. كره ومحاوله ضاعت على فريق الحله. انتقال الحيازه للكرخ. عباس هادي، شاكير سميث محترف الجديد الحاضر في تشكيله فريق الكرخ. محاولات شاكير سميث ممكن على 3 بوينت. بول فيك. ديكسون سبين موف على الباك بورد، ضاعت هذه الكره. جود ريباوند من دايتون.
الحله محاولات دايتون، نايس يورو ستيب والاسيست. اين الفينش؟ نعم دايتون حاضر بعد ان اضاع الكره احمد عبس. تشاهد جامب حاضر من دايتون يسجل بنجاح، افضل المسجلين الى غايه الان في هذا اللقاء. ديكسون كويك شات ضاعت ايضا. صافره تحضر في هذه اللحظات لتنهي احداث الفتره الاولى. تقدم فريق الحله، حله 21 نقطه، الكرك 16. استراحه قصيره احبه المتابعين ومن ثم العوده لتكمله احداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد. One, two, three. Time. مرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. العوده لتكمله احداث هذا اللقاء المهم جدا الذي يجمع الكرخ والحله اللي يتقدم الى غايه الان فارق 5 نقاط. الى البدايات في هذه الفتره، كره ومحاوله تصويب شاكير سميث ضاعت على فريق الكرخ. كناري يعاني الى غايه الان ودايتون يبدع ويمتع ويقنع. حلوه لدايتون باليورو ستيب، نقطتين. دايتون افضل مسجلي هذا اللقاء الى غايه الان، لاعب اللي يحمل الرقم 44 والام في بي. دايتون اكيد مثل ما تحدثت في بدايه اللقاء يلعب امام فريق السابق. كره ومحاوله شاكير سميث بالفلوتر، ولهذا اللاعب لاعب قصير القامه لكن عنده فعاليه كبيره جدا. بريس حاضر من الكرخ، دفاع ناجح جدا، و2 بوينت من رشيد عماد. نقاط سريعه لفريق الكرخ يقلص بها الفارق. كره ومحاوله ايضا علي علاء، محاولات، كره تصل لمصلحه دايتون. احمد عبس كيك ذا بول اوت. علي الى احمد، اخر الثواني. الصافره تحضر، خطا لمصلحه احمد عبس، هذا الواضح امامنا بالصوره. الخطا الاخير شاهد بعد ان عمل الفيك ربح الخطا من شاكير سميث. كره من الحد النهائي، حسنين علاء بالهاند اوف مع جون. نايس كروس اوفر، العبور والدخول، يحصل على الخطا. رميتين حره، رميتين لمصلحه فريق الحله. هذا جون راح نشاهده على خط رميات الحره. احمد عبد الخالق يوجه اللاعبين. الحله يتقدم بفارق 5 نقاط الى غايه الان. كره للكناري،
شاكير سميث، رشيد عماد، اوبن شات حلوه لرشيد، لاعب كبير مستوى خطير ايضا يمتلكه رشيد عماد، كان متواجد رفقه فريق النفط، اكيد هو متوج بلقب الدوري مع النفط. الصافره تحضر حاليا انتقال الحيازه لمصلحه فريق الكرخ. الكرخ اللي خلص الفارق الان، بدايه جيده في هذه الفتره. محاولات تايتون او عفوا هذا ديكسون ديكنبي الى شاكير سميث. شاكير اخذ السكرين من علي حاتم، فريد رعدي، دخول شاكير سميث، 3 بوينت، تصويب بعد هذه الكره، الريباوند الهجومي من ديكسون، يحاول بالبادي كونتاكت يدخل، حركه لعب اكثر من رائعه من ديكسون ديكنبي. 13 نقطه وثلاثيه واحده لهذا اللاعب. هذه الاحصاءات لديكسون ديكنبي في هذا اللقاء. جون ومحاولات، كرة اوبن شات، احمد عبس، محاولات الرد ايضا ضاعت على الحله. شاكير سميث، شاكير درايف، محاولات التوقف، تهدئه الاوضاع، شاكير 3 بوينت ان اوت، ديكسون الريباوند يسجل بنجاح. ديكسون ديكنبي اون فاير هذا اللاعب، عود الكرخ حاليا ياخذ المسؤوليه. لاعب ديكسون ديكنبي شاهد على الاعاده، اخذ الريباوند الهجومي، ربح ايضا النقطتين، يسجل بنجاح. حله 25 الكرخ 27. يتقدم الكرخ في هذه اللحظات مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع لمدرب فريق الحله الكوتش احمد عبد الخالق. عودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. انقلبت الأمور والكرخ يتقدم و2 بوينت أيضا بعد التايم أوت، زيادة الفارق أكثر وأكثر. الكرخ يتقدم حاليا، انقلبت الأمور لمصلحته بعد بداية قوية من فريق الحلة. شاهد الكرخ حاليا يتقدم بالنتيجة، يقلص الفارق حاضر 29-27. تقدم لا زال الكناري. كرة ومحاولة، الصافرة تحضر، بقاء الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. هذا رشيد عماد الواضح امامنا بالصورة. كرة من الحد الجانبي، شاكير سميث، ديكسون، دخول خطر جدا، هذا اللاعب يحصل على الخطأ، رميتين حرة، دخول بسلاسة عالية يمتلكها هذا اللاعب. أخذ الكرة على 3 بوينت أو عمل البول فيك ودخل وربح الرميتين. ديكسون ديكنبي أولى بنجاح. الرمية الثانية أيضا بنجاح، نسب مرتفعة لديكسون ديكنبي على خط الرميات الحرة. كرة ومحاولة، تايتون، تدوير، جون، درايف، نايس اسيست، الفينش بالريفيرس لياب يسجل، ماكو غيره، اكيد هو
اللاعب دايتون 18 نقطة، أفضل المسجلين إلى غاية الآن. جيدة لدايتون نجم فريق الحلة مع دفاع رائع جدا من أبناء الكوتش أحمد عبد الخالق. تيرن اوفر حاضر، الكرة تنتقل لمصلحة فريق الحلة. جون تعرض الدبل تيم ويحصل على الخطأ. كرة من الحد الجانبي ضاعت بغرابة شديدة ما بين محمد محسن وجون كروسبي. هذا واضح امامنا بالصورة. ضياع الكرة الأخيرة، تيرن اوفر بدون أي داعي. كرة لشاكير سميث، محاولات دايتون خطير. دايتون كويك شوت، نايس 3 بوينت، نايس بيفورمانس لهذا اللاعب، اداء راقي جدا. كرة ومحاولة للحلة. دايتون، محمد محسن التدوير. جون دخول، نايس اسيست. نقطتين ضاعت على اللاعب علاء حسين. جاكسون دوكنبي يورا ستيب الدخول، كان يبحث على الخطأ هذا اللاعب. على العموم ضاعت الكرة. دايتون ايضا الصافرة حاضرة، خطأ لمصلحة دايتون يانس، الواضح امامنا بالصورة. افضل المسجلين الى غاية الان. 4 دقائق 31 ثانية متبقي على انتهاء الفترة الثانية. كرة من الحد الجانبي لمصلحة فريق الحلة. دايتون الاسم الأكثر تداولا إلى غاية الآن في اللقاء. الفيدوي حاضر، تصويبة صعبة جدا ضاعت. الريباوند جون، اوبن شوت، تصويب 3 بوينت الحلة. ليس الفارق 34-32. مباراة كلوز جيم، مباراة قوية جدا. محاولات رشيد عماد على 3 ضاعت. كرة لدايتون، لاعب اللي ياخذ المباراة على عاتقه الآن ويتحمل المسؤولية. أحمد عبس أيضا. أحمد يحاول إلى دايتون، ممكن ياخذها على 3. خطر جدا هذا اللاعب. دايتون 1 على 1، دوران. ضاعت هذه الكرة. أين الريباوند؟ ريباوند للحلة. جون اوبن شوت، محمد محسن 3 بوينت. محمد محسن الملقب بميسي، اللاعب القادم من نادي زاخو والعائد من الإصابة. بعد غياب بسيط جدا يعود هذا اللاعب إلى تشكيلة فريق الحلة ليمتع ويقنع بتصويبة ثلاثية رائعة جدا. تحت التقدم لفريق الحلة من جديد، فارق نصف سلة. كرة أيضا ضائعة تنتقل لمصلحة فريق الحلة. دايتون على الباك بورد 2 بوينت حلوة لفريق الحلة، أداء مثالي جدا. الوصول للنقطة رقم 37 صحوة نسبية لفريق الحلة بعد التراجع البسيط الذي حدث بالدقائق الماضية. تعود حانيا للتعويض وزيادة الفارق. إذن الحلة 37 نقطة، الكرخ 34 نقطة. وجود تايم اوت، وقت مستقطع لمدرب فريق الكرخ الكوتش بلال حاتم.
من جديد أحبة المتابعين المشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. محاولات لتعديل الأوضاع من جديد. كرخ يتأخر. وجود دفاع رائع جدا من فريق الحلة. يعطي فاست بريك ويربح الخطأ عن طريق صانع ألعابه جون كروسبي الواضح أمامنا بالصورة. رميتين حرة ممكن أن يصل بفريقه النقطة رقم 39. نشاهد هذا اللاعب على خط الرميات الحرة. أولى الرميات ضاعت. جون على التنفيذ. ثاني الرميات بنجاح. زيادة الفارق. الفارق أصبح 4 نقاط. كرة ومحاولة. رشيد عماد 3 بوينت. ضاعت الكرة على هذا اللاعب وهجوم سريع من فريق الحلة. محمد محسن ضاع الكرة. التحولات الهجومية. رشيد ممكن شو تايم لكن سيبا ضاعت. الريباوند براون. إيزي 2 بوينت بعد بول فيك مثالي. فارس سمارت هذا اللاعب. شيرود براون تقلص الفارق من جديد. كرة ومحاولة تهدئة الأوضاع. أحمد عبس إلى دايتون. درايف أند كيك. ضاعت الكرة. تيرن اوفر حاضر على فريق الحلة. هذا على حسين المرشدي حاضر في تشكيلة فريق الكرخ. رشيد عماد محاولات. خالد حسن. رشيد 3 بوينت قصيرة ضاعت. الريباوند لي حسين علاء. الصافرة تحضر. ماذا حدث؟ والقرار خطأ لمصلحة علاء حسين. شاهدناها على إعادة هذه الكرة. يبقى الحديث بين حكام اللقاء. إذن راح تكون هناك عودة لتقنية الIRS. نعم حكام عادوا إلى تقنية الIRS من أجل مشاهدة اللقطة الأخيرة. كرخ في هذا الموسم في المرحلة الأولى انطلاقة جيدة. 3 خسائر فقط كانت أمام منافسين مباشرين على اللقب. تحدث عن خسارة أمام الدفاع الجوي بنتيجة 75 مقابل 70 نقطة. أيضا الخسارة ب 89 مقابل 82 نقطة أمام دجلة الجامعة. وأيضا الخسارة أمام القيثارة أمام الشرطة ب 100 نقطة مقابل 91 نقطة. دي بالنسبة لخسائر الفريق في المرحلة الثانية. أيضا هناك خسائر في بداية المرحلة الثانية. تحدثت عن خسائر المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الخسائر أمام الحشد الشعبي وأيضا العودة في مباراة الإياب والخسارة أمام الدفاع الجوي. إذن ومستوى غير مطمئن للكرخ. إذن الصافرة حاضرة. هناك خطأ متعمد. هذه الإشارة. حسين علي المرشدي أيضا حاضر في التشكيل الخماسي في تشكيلة فريق الكرخ. الكرة بالإعادة. خطأ لمصلحة حسين علي. تصويبة مثالية جدا. ستايل رائع يمتلك هذا اللاعب. الرمية الأولى بنجاح. حسين علي. الرمية الثانية ضاعت. يعني باردة عليك يا حسين. إذن 1 من 2 على خط الرميات الحرة. تبقى الحيازة لمصلحة الكرخ. شاكير سميث
سميث محاولات، لاعب خطير، 3 بوينت، التصويب، ريباوند هجومي، براون باك بورد دون اي مشاكل، سجل ايضا براون. تقدم يعود لمصلحة فريق الكرخ. دايتون، علي علاء، 3 بوينت، ثاني ثلاثيات لهذا اللاعب في اللقاء. علي علاء الموسوي لاعب الشوتنج جارد، 6 نقاط من ثلاثيتين بالاختصاص ايضا. علي علاء لاعب الشاب. كرة من اجل الرد، شاكير سميث، تدوير خالد حسن، ضاعت الكرة، حلة اون فاير في هذه اللحظات على الباك تو باك، 3 بوينت قصيرة ضاعت، ممكن التكملة، تهدئة الاوضاع. جون الى دايتون، دايتون كرة ومحاولة، اخر الثواني، اخر 5 ثواني. احمد عبس، علي علاء، كرة بالانسايد على البزر بيت، رائعة جدا، حلوة حلوة النقطتين، تفاهم ما بين علي علاء ودايتون بالاليوب. العموم هجمة شاكير سميث، 3 بوينت ضاعت ايضا. اين الريباوند؟ باوند مصلحة فريق الكرخ. اخر الثواني في هذه الفترة، شاهد هذه الإعادة على البزر بيت، اخر الثواني بأطراف الأصابع. كرة ما بين علي علاء ودايتون، نايس فينيش، تقدم لمصلحة الكرخ، عفوا لمصلحة الحلة. الحلة 43 نقطة، الكرخ 39 نقطة مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع. العودة من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، آخر الثواني في عمر الفترة الثانية، ماذا سوف يحدث من التصويبة؟ علي علاء، الدخول، التسجيل على البزر بيت أيضا، علي علاء الموسوي يبصم بالنقطتين قبل نهاية الفترة الثانية. شاهد على الدخول الرائع جدا والمثالي، اللاعب الشاب تولد 2006، حلو الأداء الراقي أيضا، 8 نقاط لهذا اللاعب، ثلاثيتين، نقطتين على الايزي 2 بوينت. اذا احبتي المتابعين والمشاهدين، الحله 45 نقطه، الكرخ 39 نقطه. استراحه ومن ثم العوده لتكمله احداث هذا اللقاء الشوطي الثاني، لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد.
قاعد يلا 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 شباب يلا شباب.
لا انا دافع هذا دايتون 44 بس خلي دافع البوينت قالوا دافع انا جلد والله ما ابو باو ما عليه ولا باو والله يحلي مرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. العوده من جديد لتكمله احداث هذا اللقاء يجمع بين الكرخ والحله. نتيجه تشير الى تقدم فريق الحله في بدايه الكوارتر الثالث. وجود تصويبه ضايعه على الكناري. كره لمصلحه الحله. دايتون افضل المسجلين الى غايه الان في هذا اللقاء. كره بحيازه محمد محسن. ديكسون ديكنبي يحاول بالدفاع. الصافرة تحضر تبقى الحيازة لمصلحة فريق الحلة. إذن الفترة الثالثة البداية. محمد محسن درايف دخول أحمد عبس. الصافرة تحضر. خطأ حاضر في هذه اللحظات لمصلحة فريق الحلة. كرة من الحد النهائي. أحمد عبس إلى جون إلى دايتون. ممكن ياخذ تصويبة سريعة على 3 لكن قرار الواحد على واحد. أحمد عبس 3 بوينت بالتخصص أيضا. نزر بيت اون فاير فريق الحلة في هذا اللقاء. مستحيل هذا الأداء راقي جدا. زيادة الفارق. الحلة يصل إلى النقطة رقم 51. تقدم مستحق للقادم من الفرات الأوسط. كرة ومحاولة للفريق الكرخ. فريد رعدي. الصافرة تحضر أيضا. تيرنوفر حاضر. غياب التفاهم باللقطة الأخيرة ما بين ديكسون ديكنبي وفريد رعدي. كرخ في ورطة حاليا. كرة لدايتون 1 على 1. الصافرة حاضرة. تيرنوفر أيضا. انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. دايتون يعتذر من زملائه على اللقطة الأخيرة. الحيازة انتقلت إلى الكرخ. عباس هادي. الصافرة حاضرة. خطأ لمصلحة الواضح أمامنا بالصورة. عباس هادي أيضا. كوتش أحمد عبد الخالق مدرب فريق الحلة مستمر بالتوجيهات. مباراة في المتناول لمصلحة فريق الحلة. نايس ديفينس. 2 بوينت أحمد عبس. ثلاثية سابقة وحاليا 2 بوينت. 5 نقاط سريعة لهذا اللاعب. الحلة بأداء راقي جدا منذ بداية هذا اللقاء. كرة من أجل الرد. فريد رعدي. راحت الكرة. جود بوكس اوت. على الريباوند لفريق الحلة. أحمد عبس إلى جون. أحمد من جديد على الباك تو باك. التصويب. اكتملت هذه اللقطة. تتحول الكناري. ديكسون 2 بوينت. الصافرة تحضر. خطأ ورميتين حرة. خطأ بإشارة من الحكم الدولي هوار حسن. رميتين لمصلحة علي حاتم. الأولى ضاعت. لاعب ديفندر. لاعب دفاعي بامتياز واضح أمامنا. علي حاتم. التصويب. ثانية ضاعت.
محاولة من جديد شاكيري 2 بوينت النقطتين تحدث الفارق. شاهد مطالبات بالبريس مان تو مان فول كورت. كرة ومحاولة علي علاء إلى محمد محسن إلى جون صانع الألعاب درايف على الباك بورد ضاعت 2 بوينت. ريباوند حاضر والصافرة أيضا خطأ لمصلحة فريق الكرخ. حلة 53 الكرخ 41. أداء مغاير تماما لفريق الحلة على ما شاهدناه في المباريات السابقة. مباراة مهمة جدا، مباراة مفصلية أنا أعتبرها لفريق الحلة إذا ما أراد تحسين الأوضاع. كرة لديكسون ديكمبي، أي مشكلة هذا اللاعب. الفيزيكال لياب، بنية جسمانية جيدة يمتلكها ديكسون، سمحت له أن يسجل هالنقطتين السابقة. كرة لدايتون أيضا، اكسترا باص علي علاء ضاعت على 3 بوينت. صافرة تحضر، انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ باعتبار انه قدم احمد عبس كانت على الحد النهائي. هذا هو القرار التحكيمي. كرة ومحاولة من جديد بالانسايد، سلام دانك على الاسيست الاخير. حل اون فاير في هذا اللقاء بدون اي رحمة. دايتون يانس يبصم بالسلام دانك. باور سلام دانك اخير رائع جدا ومثالي. حلوة للحل هذا الاداء. حل يسير بالطريق الصحيح الى غاية الان. كرة لشاكير سميث لعباس هادي. عباس شاكير، عباس هادي من جديد لبرشر ديفنس حاضر. 24 سكند فايوليشن، مخالفة انتهاء زمن الهجمة. ماذا يفعل فريق الحلة؟ أداء هجومي راقي أيضا دفاعي مثالي. تقدم مستحق 55-43. محاولة لفريق الحلة. هذا جون ياخذ السكرين من دايتون. جون محاولات الدخول على الدفاع من الكرخ. فاست بريك فريد، بلوك شوت احمد عبس اون فاير في هذا اللقاء. ماذا يفعل هذا اللاعب الخطير؟ شاهد فريد رعد يتحدث مع الحكم يبحث عن الخطأ، لكن كرة كانت كلين. دفاع راقي جدا من احمد عبس. كرة من الحد النهائي. صافرة تحضر في هذه اللحظات. تيرن اوفر جديد. اخطاء بسيطة لفريق الكرخ كلفت الكثير منذ بداية هذا اللقاء. مع اقترابنا لانتصاف الفترة الثالثة. هجمة لفريق الحلة من جديد. محمد محسن، محمد إلى دايتون، بول فيك ستيب باك 3 بوينت. ضاعت هذه الكرة. ديكسون ديكنبي، صافرة تحضر، خطأ لمصلحته حاضر بإشارة من الحكم هوار حسن. شاهد على الإعادة، أخذ الكرة بالبيهايند ذا باك وعلي علاء ارتكب الخطأ. هناك مطالبات بوجود خطأ متعمد. هذه لقطة السلام دانك رائعة جدا. الفلاش حاضر في سلة فريق الكرخ عن طريق دايتون. نعم، هي العودة لتقنية IRS. عودة حكام اللقاء لتقنية IRS من أجل مشاهدة اللقطة الأخيرة. هل هناك خطأ متعمد لمصلحة ديكسون ديكمبي؟ حل في هذا الموسم 3 انتصارات فقط،
انتصار على دجلة الجامعة، انتصار مهم بفارق نصف سلة. مباراة في بداية الدوري 67-66 على العموم. ذن بعد العودة لتقنية الIRS خطأ متعمد، رميتين وحيازة لمصلحة ديكسون ديكمبي. انتصارات الحلة الثلاثة كانت على دجلة الجامعة والتجارة ودربن دخان. الخسائر أمام الدفاع الجوي، الكرخ، الشرطة، الكهرباء، زاخو، الحشد الشعبي وغاز الشمال أيضا في المرحلة الثانية. خسارات كانت أمام الدفاع الجوي ودجلة الجامعة. هذه بالنسبة لنتائج فريق الحلة في هذا الموسم. ديكسون على خط الرميات الحرة، رميتين ناجحة لهذا اللاعب، 24 نقطة، رصيد تسجيل عالي جدا لديكسون. كرة من جديد وصافرة وتيرن اوفر، انتقال الحيازة لمصلحة فريق الحلة. شاهد على الإعادة، شاكير سميث يطالب بالخطأ، تحدث مع الحكم يقول له كان هناك بادي كونتاكت. على العموم قرار هو انتقال الحيازة لمصلحة فريق الحلة. بلال حاتم يتحدث مع الحكم، أكيد مطالبات من الحكم بالتهدئة من الكوتش بلال حاتم. ذن وصيف الدوري بالموسم الماضي يعاني إلى غاية الآن. كرة ومحاولة من الحد الجانبي، دايتون محاولات تصويب ميد رينج، الشوت مثالية على 2 بوينت اون فاير. هذا اللاعب اداء راقي جدا منذ انطلاقة هذا اللقاء، 26 نقطة منها ثلاثية واحدة حلوة لديكسون، او عفوا هذا دايتون يانس. كرة لديكسون ديكمبي، ستيب باك، تصويب، 2 بوينت ضاعت. كان المحاولات، علي حاتم يحصل على الخطأ، رميتين حرة لعلي حاتم. أولى الرميات ضاعت على علي حاتم. انتظار التنفيذ، ثانية بنجاح، 1 من 4 أرقام علي حاتم على خط الرميات الحرة. كرة لمصلحة الحلة، محمد محسن إلى دايتون، ممكن على 3 دايتون، بول فيك، كروس اوفر، دخول من جديد، بلوك شوت، رابع بلوك شوت لعلي حاتم في هذا اللقاء مع وجود قطع. الكرة لمصلحة دايتون، وتحضر انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. حل إذا ما بقى بهذا النسق العالي جدا أكيد له حظوظ كبيرة بنتيجة هذا اللقاء. راح نتابع، راح نشاهد ماذا سوف يحدث. كرة لرشيد عماد، ستين ناجح، أحمد عبس بالليفت هاند باليد اليسار، ايزي باكت اون فاير، بعد دفاع رائع جدا. أحمد عبس أيضا 9 نقاط لهذا اللاعب، 9 نقاط هناك ثلاثية، وجود صافرة حاليا، وخطأ لمصلحة فريد رعد، خطأ بارتكاب من علي علاء. 59-46 رميتين حرة لمصلحة فريد رعدي. فريد لاعب الشوتنج جارد على خط الرميات الحرة، يسجل بنجاح.
فريد رعدي بطل الموسم السابق مع فريق الدفاع الجوي، يختار اللعب مع فريق الكرخ في هذا الموسم. ثانية ضاعت، 1 من 2 على خط الرميات الحرة بالنسبة لفريد رعدي. كرة ومحاولة، أحمد عبس المتوهج جدا، الدخول السكوب لايف ضاعت، ريباوند للكناري. ديكسون ديكنبي ممكن الشو تايم يحصل على الخطأ. رميتين حرة لمصلحة ديكسون ديكنبي، يعاني من إصابة خفيفة حاليا. الواضح أمامنا بالصورة، شاهد على الإعادة. ربح البادي كونتاكت من علاء حسين، يتحصل على الرميتين. هذا الواضح أمامنا بالصورة، ديكسون ديكنبي. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين، 59-47 الكرخ يعاني إلى غاية الآن. وجود تصويبات لمصلحة ديكسون الأولى بنجاح. خلص الفارق ضروري جدا، نزل الفارق لفارق ال10 نقاط. 3 دقائق 13 ثانية متبقية. ثاني الرميات ضاعت، لكن الريباوند الهجومي حاضر. علي حاتم ينتظر الهيلب من جديد. كرة بالانسايد، فريد رعدي يزيد بوينت. حلوة للكرخ، حلوة لفريق الكرخ، وصيف الموسم الماضي. محاولات العودة، كرة لأحمد عبس يتعرض إلى ضغط دفاعي. فريق الحلة يعبر بسلام إلى المنطقة الأمامية. وجود بلوك شوت ورياكشن حاضر بين علي حاتم. نوت ماي هاوس طريقة علي حاتم. سادس بلوك شوت في هذا اللقاء بالتخصص. شاهد لقطة رائعة جدا من علي حاتم، أداء دفاعي مثالي قدمنا علي حاتم في هذا اللقاء. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين، 59-50 تقدم لمصلحة فريق الحلة مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع لمدرب فريق الكرخ الكوتش بلال حاتم. العودة من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، مباراة على المحك. الحلة لا زال يتقدم فارق 9 نقاط، والكرة بحيازته. جون 3 بوينت قصيرة ضاعت. ريباوند لديكسون ديكنبي، ينقلها إلى شاكير سميث. ديكسون من جديد، محاولات الكروس اوفر، دخول الصافرة، خطأ لمصلحة ديكسون ديكنبي. رميتين حرة، أي خطأ من أي مكان يرتكبه فريق الحلة راح يكون هناك توشات لمصلحة فريق الكرخ، باعتبار أنه فريق الحلة ارتكب أكثر من 5 أخطاء في الفترة الواحدة. رمية ناجحة لديكسون ديكنبي، الواضح أمامنا بالصورة. ثاني الرميات، تقليص الفارق أكثر وأكثر. البريس مان تو مان فول كورت حاضر.
27 نقطة لديكسون. كرة بحيازة الحلة. أحمد عبس يحصل على الخطأ. بلال حاتم مستاء جدا. هل مستاء من القرار التحكيمي أو عن دفاع الفريق؟ أحمد عبس من جديد. محمد محسن. محمد. أحمد 3 بوينت. تصويب. ضاعت الكرة. ريباوند لديكسون. الصافرة تحضر. ما هو القرار التحكيمي؟ أعتقد أن الكرة يجب أن تكون لمصلحة فريق الكرخ. نعم. قرار كرة. شاهد اصطدام الكرة بقدم لاعب فريق الحلة. تبقى الحيازة للكناري. شاكير سميث. عند الكثير هذا اللاعب خطير خاصة على الفري بوينت. شاكير سميث. الصفرة تحضر. تبقى الحيازة لمصلحة الكرخ. كرة من الحد النهائي. شاكير اوبن شوت 3 بوينت قصيرة ضاعت. الريباوند علي حاتم للريباوند. ثاني الفرص. شاكير لونج باس. فريد بول فيك. دخول. صفرة تحضر. خطأ لمصلحة فريد رعدي. رميتين حرة لفريد. شاهد على الإعادة. محاولات بالبلوك شوت من دايتون باءت بالفشل. دفاع غير جيد باللقطة الأخيرة بالرغم من وجود التفوق، لكن فريد رعدي كسب الرميتين وسجل الأولى بنجاح. ثاني رمية أيضا بنجاح لفريد. عودة علاء حسين إلى التشكيل الخماسي في كتيبة فريق الحلة. محاولات. محمد محسن إلى دايتون. يتعرض الدبل تيم دايتون. كرة ومحاولة تصويب ضاعت على فريق الحلة. صافرة تحضر. انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. دقيقة 10 ثواني متبقية. صانع الألعاب شاكير سميث بحيازة الكرة. شاكير سميث لاعب الجديد لتشكيلة فريق الكرخ. محاولات. سميث من جديد. 1 على 1. اختراق علي حاتم. دخول ستيل ناجح. أحمد عبس اون فاير يحصل على الخطأ من جديد. رميتين حرة اللاعب المزعج جدا أحمد عبس. أكيد مزعج بتحركاته أسفل السلة. شاهد سبب وجع راس لفريق الكرخ في هذا اللقاء. هذا الواضح أمامنا بالصورة. هذه اللقطة الأخيرة. شاهد الدفاع المثالي من أحمد عبس ثم الران جيم. تحصل على رميتين حرة هذا اللاعب، لكن هناك مطالبات بالعودة لتقنية الIRS. ممكن أن يكون هناك خطأ متعمد. راح نشاهد وراح نتابع على الإعادة. هذا الواضح أمامنا بالصورة. أحمد عبس بانتظار مشاهدة اللقطة الأخيرة. هل هناك خطأ متعمد؟ شاهد هذه سرقة للكرة ناجحة جدا من أحمد. هل رشيد عماد ارتكب الخطأ المتعمد؟ ما هو القرار التحكيمي؟ رشيد عماد منع فرصة محققة للتسجيل، لكن هل كان هذا المنع بخطأ متعمد؟ هل هناك تعمد بالضرب على أحمد عبس؟
إذن بعد العودة نعم فليجرنت فاول، خطأ متعمد، رميتين وحيازة. أحمد عبس رميتين، 26 سنة أكيد للواضح أمامنا بالصورة، متر 85 ساتيم، لاعب نادي التضامن النجفي سابقا، سجل الأولى بنجاح، فارق 6 نقاط أصبح، 40 ثانية متبقية. ثاني الرميات إلى الأداء الولي أحمد محمد عبس، أداء مثالي جدا في لقاء اليوم. كرة لي دايتون، محمد محسن بالهاند اوف مع جون، اللاعب اللي عنده الكثير. جون بالانسايد، اخر الثواني، الصافرة حاضرة، تبقى الحيازة لمصلحة فريق الحلة مع تبقي ثانية واحدة. يجب ان يصوب فريق الحلة خلال اقل من ثانية واحدة. دايتون مجرد اللمس والتصويب، ضاعت 24 second violation، انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين، الحلة مستمر بالتقدم، 23 ثانية متبقية على انتهاء الفترة الثالثة، 61 نقطة للحلة، 54 للكرخ، مع وجود تايم اوت وقت مستقطع. عودة من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. آخر بول بوزيشن في هذه الفترة إذا ما استغل زمن الهجمة فريق الكرخ. شاكير سميث للسيت اوفنس، مطالبات بالاوبن، تحدث معاهم يقول لهم افتح الزون، لكن هناك وجود وحضور لديكسون الذي فقد الكرة. أحمد عبس اون فاير، بول فيك، سلام دانك، مستين ناجح وفاست بريك مثالي يبصم عليه دايتون. هذا الواضح امامنا بالصورة. هن ماذا سيكون القرار التحكيمي؟ هل النقطتين كانت بعد انتهاء زمن الفترة؟ ماذا سيحدث؟ اكيد هناك عودة لتقنية IRS. اكيد الغضب واضح من الكوتش بلال حاتم. تحدث مع سميث اللي فقد الكرة. شاهد الإعادة، دايتون يلتقط الكرة، محمد محسن نايس اسيست، أحمد عبس بول فيك، الإسلام دانك حاضر في هذه اللقطة. ماذا سيحدث؟ ما هو القرار التحكيمي؟ حكام اللقاء متواجدين هناك. هل النقطتين ناجحة؟ ما هو القرار التحكيمي؟ هذه لقطة الدانك أكيد حاضرة. ماذا سيحدث؟ الحلة بشكل مغاير في لقاء اليوم. إذا نو سكور. هذا هو القرار التحكيمي. إذا القرار التحكيمي منع تسجيل هالنقطتين. إذا أحبتي المتابعين والمشاهدين 61-54 تقدم مستمر للحلة، انتهاء زمن الفترة الثالثة.
تتبقى أكيد الفترة الرابعة، فترة الحسم. هذا سيحدث. كرخ ومعاناة حقيقية في هذه المرحلة. خسارة أمام فريقين أكيد منافسين أيضا مباشرين على اللقب. أتحدث عن نتائج فريق الكرخ. الخسارة أمام الحشد الشعبي وأمام الدفاع الجوي، وأيضا لديه مباراة مؤجلة أمام فريق زاخو. بالنسبة لنتائج فريق الكرخ، كرة ومحاولة. بداية فترة الحسم، فترة اللا عودة، فترة الرابعة. شاكير سميث، شاكير درايف، دخول، تبقى الحيازة لمصلحة الكرخ في هذه الهجمة. كرة من الحد النهائي. ديكسون ديكنبي يحصل على الخطأ. هذا أحمد محمد عبس الواضح أمامنا بالصورة. أيضا التوجيهات مستمرة من أحمد عبد الخالق مدرب فريق الحلة. شاكير سميث من جديد. رشيد عماد، تصويب بعد هذه الكرة. ريباوند لمحمد محسن. شوف تهدئة الأوضاع. جون كروسبي هذا محترف الفريق ينقلها إلى دايتون. أحمد عبس، تصويب 3 بوينت. بعد الكرة علي حاتم بالريباوند الدفاعي. تهدئة الأوضاع أيضا من جانب فريق الكرخ. الكناري، محاولات. سميث فلوتر، تصويب وتسجيل، نقطتين تقليص الفارق. يصل للنقطة رقم 56 في رصيد فريقه. كرة ومحاولة. جون، أحمد عبس، درايف، كيك دبل أوت. محمد، تصويب 3 بوينت. تصير ضاعت. أين الريباوند؟ محمد محسن من جديد. دايتون، أوبن شوت، تصويب. تصير ضاعت. ريباوند. صفرة تحضر. نعم، قرار صحيح. انتقال الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. معاناة فريق الكرخ في هذا اللقاء أيضا على الريباوند الدفاعي بالرغم من وجود علي حاتم. شاكير سميث في صناعة اللعب، ياخذ السكرين من علي حاتم. التصويب 3 بوينت. الكرخ تقليص الفارق. فارق أصبح نقطتين عن طريق محترفه الأمريكي شاكير سميث. يضربه من الداون تاون. حلو الأداء أيضا للكرخ. مباراة كلوز جيم، مباراة تكسير العظام. بلوك شوت علي حاتم بالتخصص. 7 بلوك شوت في هذا اللقاء. يتحدث معاه يقول له نوت ان ماي باسكت. شاهد حاول بالجامب هاك دايتون، لكن علي حاتم تراب دفاعي مثالي. إلى الدفاع. شاهد الصيحة من علي حاتم. نعود. تصويب 3 بوينت. جوني كروسبي أيضا يخرج حاليا في هذه الأوقات بالماني تايم. جون صانع ألعاب فريق الحلة يسجل على 3 بوينت. كرة ومحاولة. ديكسون الجامب شات ايزي 2 بوينت بسلاسة عالية. توافق عصبي عضلي مثالي لهذا اللاعب على مستوى ستايل التصويب. نقطتين لمصلحة الكرخ. فارق سلة واحدة. أحمد عبس إلى دايتون. دايتون يانس. جيف اند جو. كيك دبل اوت. محمد محسن ضاعت هذه الكرة. ريباوند فريد رعدي. تهدئة الأوضاع. ديكسون ديكنبي. ديكسون محاولات إلى فريد. علي حاتم بالهاند اوف. شاكير سميث الخطير والمثير. شاكير درايف يحصل على الخطأ. رميتين حرة لشاكير سميث. ممكن أن يعدل الأرقام فريق الكرخ. التصويبتين لمصلحة شاكير سميث محترف الأمريكي الحاضر في تشكيلة فريق الكرخ.
الرميات بنجاح. تنفيذ الرمية الثانية ضاعت على شاكير سميث. فارق يبقى نصف سلة. أحمد عبس محاولات. جون محمد محسن بالإنسايد. دايتون حلو التمركز. نايس 2 بوينت. غضب شديد من علي حاتم على الدفاع الأخير. 28 نقطة الام في بي. دايتون يانس حلوة للحل هذا الأداء. مباراة كلوز جيم. ممكن أن نروح على التعادل ويتمدد اللقاء، لكن هناك وقت كثير متبقي على انتهاء هذا اللقاء. شاكير سميث. رشيد غياب التفاهم والتناغم باللقطة الأخيرة. تيرن اوفر حاضر. دايتون 1 على 1 يحصل على الخطأ. رميتين حرة للواضح أمامنا بالصورة. أفضل مسجلي هذا اللقاء. تبديل حاضر في تشكيلة فريق الكرخ. عودة عباس هادي للتشكيل الخماسي. رميتين لدايتون الأولى بنجاح. صار الرميات. دايتون يانس ضاعت على هذا اللاعب. التقاط الريباوند الهجومي. صافرة تحضر كرة قفز. حيازة تبقى لمصلحة فريق الحلة. كرة من الحد النهائي. جون دخول دايتون. دوران تصويب يحصل على الخطأ. رميتين حرة لدايتون راح نشاهده من جديد. حاضر على خط الرميات الحرة. أولى الرميات بنجاح. كرة ناجحة في سلة فريق الكرخ. ثاني الرميات لدايتون. ضاعت الكرة تلاقيت ثاني مرة نفس ما حدث بالرميتين السابقتين. كرة ومحاولة اللونج باص. فريد رعدي. فريد دخول ديكسون 3 بوينت. ضاعت الكرة. ريباوند لجون كروسبي اللي يهدئ الأوضاع. محاولات من جديد. أحمد عبس. أحمد 3 بوينت. تصويب يحصل على الخطأ. 3 رميات حرة لأحمد محمد عبس. الأداء الراقي من هذا اللاعب. شاهد الانفعالات بين اللاعبين. هناك خطأ فني. حديث ما بين دايتون وعلي حاتم. حكم يتدخل من أجل تهدئة الأوضاع. خطأ حاضر على اللاعب علي حاتم. 3 رميات حرة. شاهد مشادات ما بين اللاعبين. نهدأ يا شباب نهدأ. هدوء مطلوب في هكذا لقطات. ماذا يحدث؟ نسميه على طريقة الام بي اي التروش توك. حديث بدون اي مبرر ما بين علي حاتم واللاعب دايتون. يمكن ان نهدى يا شباب. هذه كرة سلة وليست كرة قدم. راح تكون هناك عودة لتقنية الاي ار اس او حديث ما بين حكام اللقاء. اكيد ما نتمنى ان تصل الامور الى هكذا حال. لقاء كلوز جيم، لقاء ممتع
أكيد نتمنى الهدوء يا شباب بالنسبة للاعبي الفريقين. إذن العودة لتقنية الIRS. بعد القرار التحكيمي بوجود 3 تصويبات لمصلحة أحمد محمد عبس، حدثت مشادات كلامية ما بين دايتون وعلي حاتم. شاهد لقطة واضحة ما بين لاعبي الفريقين. 5 دقائق 27 ثانية متبقية على انتهاء هذا اللقاء. بانتظار القرار التحكيمي ماذا سيحدث؟ الإعادة. هذا علي حاتم. تدخل حكم اللقاء لتهدئة الأوضاع. نعم، تكنيكال فاول، خطأ فني، الإشارة واضحة. أكيد ما نتمنى أن نخسر لاعب من الفريقين إذا ما كان هنالك عدم أهلية وطرد لأحد لاعبي الفريقين. مباراة ممتعة جدا. شاهد ماذا تحدث دايتون مع علي حاتم؟ يخلي اللاعب علي حاتم بهذه الأعصاب، عصبية حاضرة من علي حاتم في هذه اللقطة. إذن ما هو القرار التحكيمي؟ تكنيكال فاول، أيضا تكنيكال فاول على لاعبي الفريقين. إذن هناك عدم أهلية أيضا وطرد. هناك طرد لعلي حاتم. أعتقد هذا هو القرار التحكيمي، هذه الإشارة اللي شاهدتها. مباراة خرجت عن السيطرة. هوار حسن يتحدث مع أحمد عبد الخالق. الأوضاع ليست على ما يرام في هذا اللقاء. علي حاتم يغادر هذا اللقاء. هذا هو القرار التحكيمي. أيضا كثرة الأخطاء الفنية بهجمة واحدة. شاهد الصراع ما بين اللاعبين دايتون وعلي حاتم. أكيد حلوة لعلي علاء تهدئة الأوضاع، التدخل بين اللاعبين. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين، خروج علي حاتم، عدم الأهلية، طرد لعلي حاتم اللاعب اللي يحمل الرقم 13. أكيد علي حاتم صاحب 7 اعتراضات دفاعية، 7 بلوك شوت في هذا اللقاء. أيضا من الجانب الآخر دايتون يغادر. رميات الخطأ الفني ديكسون ديكيمبي سجل بنجاح. ثلاث رميات حرة لأحمد محمد عبس. 67-63. قصيرة ضاعت.
تبقى رميتين لهذا اللاعب احمد محمد. الثانية ايضا ضاعت، يجب التركيز اكيد. ثالث الرميات 0 من 3. جزئيات بسيطة راح تأثر على نتيجة هذا اللقاء. اكيد التيرن اوفر والفول شوت هي اهم هاي الجزئيات اللي اتحدث عنها. هذا ايضا جون كروسبي محترف فريق الحلة، ايضا راح ينفذ رميات حرة، لكن المراقب الفني الدكتور عدي الربيعي يستدعي حكم اللقاء هوار حسن. ايضا تواجد الدكتور عمر، ايضا دكتور سعد شلال، حكام الطاولة. رميات الحرة ضاعت ايضا على حسين. على التنفيذ قصيرة ضاعت ايضا. 5 رميات حرة ضاعت على فريق الحلة. 5 نقاط، 5 نقاط سهلة جدا ضاعت على فريق الحلة. كان من الممكن ان يزيد الفارق اكثر واكثر. كرة لجون صانع الالعاب الى احمد عبس. احمد دخول، فقدان الكرة، تيرن اوفر. دفاع رائع جدا من فريق الكرخ، يجبر فريق الحلة على ارتكاب التيرن اوفر. انتصاف الفترة الرابعة، فترة الحسم. عباس هادي نايس اسيست، الدخول خالد حسن بلوك شوت، صفرة من جديد، خطأ حاضر، خطأ لمصلحة فريق الكرخ. شاهد على الإعادة للكرة الأخيرة، خطأ لمصلحة عباس هادي. كرة من الحد النهائي، عباس، ديكسون ديكنبي، دخول يحصل على الخطأ، رميتين حرة. رميتين حرة لديكسون ديكنبي محترف فريق الكرخ. مباراة شهدت دراما أكيد، طرد لدايتون وعلي حاتم، أخطاء فنية كثيرة في هذا اللقاء، وديكسون ديكنبي سجل الأولى بنجاح. الرمية الثانية حاليا، ديكسون ضاعت، ريباوند لجون. هجمة مهمة جدا الحلة، يضع الكرخ في مأزق كبير في هذا اللقاء. علي علاء، محمد محسن، درايف، بلوك شوت، خالد حسن بالماني تايم، نوت ان ماي هاوس، بلوك شوت واعتراض دفاعي ايضا، حتى وان خرج علي حاتم. حلوة حلوة من خالد حسن ومن خالد، كرة كلين بدون اي خطأ. نايس ديفنس باللقطة الأخيرة، دفاع مثالي جدا. كرة لجون، تصويب 3 بوينت، قصيرة ضاعت. من جديد التكملة والتسجيل لفريق الحلة، احترف فيه الأمريكي جون، نقطتين، 12 نقطة، ثلاثية واحدة لهذا اللاعب. 69-64. أين الرد؟ خالد حسن، درايف، نايس اسيست، صافرة حاضرة، خطأ لمصلحة فريد رعدي. فريد يحصل على الخطأ في هذه اللقطة. مباراة تلعب على جزئيات بسيطة. 4 دقائق 11 ثانية متبقية.
أحمد عبد الخالق مستمر بالتوجيهات. فريد رعدي على خط رميات الحرة، الأولى بنجاح. بانتظار تنفيذ الرمية الثانية. بنجاح أيضا تقليص الفارق من جديد. فارق أصبح 3 نقاط. فريد رعدي ب10 نقاط وثلاثية واحدة. ونعتبرها أرقام غير جيدة لفريد، لاعب عنده الكثير، لاعب منتخبنا الوطني. الصافرة تحضر، تيرن اوفر حاضر. 8 سكند فايوليشن. هل هو هذا القرار التحكيمي أو هناك خطأ؟ خطأ هجومي على فريق الحلة. صراحة الأمر يعني قرار غريب، ما شاهدت أي خطأ هجومي على العموم. عباس هادي، توقف. فريد إلى شاكير سميث. ديكسون ديكيمبي، دوران، اوبن شات. خالد حسن 3 بوينت على البزر بيت. لاعب السنتر يضرب من الداون تاون على الكورنر. حلوة لخالد حسن، ياخذ المباراة على عاتقه الآن. حلوة لكتيبة فريق الكرخ هذه العودة من الباب البعيد. كرة ومحاولة. جون، أحمد محمد، دخول بالسكوب لايب اون فاير. حلوة لأحمد محمد عبس. نقطتين، لاعب يقدم أداء راقي جدا. 13 نقطة لهذا اللاعب. أداء مغاير لأحمد محمد عبس على ما شاهدناه لهذا اللاعب في المباريات السابقة. اعتماد كبير من الكوتش أحمد عبد الخالق على أحمد محمد عبس في هذا اللقاء. فريد رعدي من أجل الرد. 3 بوينت ضاعت. ريباوند عباس هادي. تهدئة الأوضاع. الفرصة الثانية. الصافرة تحضر. تبقى الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. ثلاث دقائق و3 ثواني متبقية. ماذا سيفعل الكرخ؟ فريد رعدي. الصافرة تحضر. الووكينج فايوليشن، مخالفة المشي بالكرة حاضرة. مباراة كلوز جيم، مباراة تأبى أن تنتهي. 71-69. مباراة تلعب على جزئية بسيطة. سيت اوفنس. جون ياخذ الدرايف. نايس يورا ستيب. ضاعت هذه الكرة. شاكير سميث ممكن. شاكير حاسس بيها 3 بوينت على العموم. ناسس بالموف. 2 بوينت ضاعت. الصافرة تحضر. خطأ لمصلحة ديكسون ديكيمبي. خطأ لمصلحة ديكسون ديكيمبي في اللقطة السابقة. هذا ديكسون الواضح أمامنا بالصورة. أيضا أداء مرعب لهذا المحترف، نعتبره من أفضل المحترفين في الدوري لهذا الموسم. ديكسون الأولى ضاعت. بانتظار تنفيذ الرمية الثانية. 2:30 ثانية. ثانية بنجاح. نعم، فارق نصف سلة. بلال حاتم يطالب بالبريس مان تمان فول كورت. جون كروسبي. جون بوينت جارد. محاولات من أجل العبور. جون دخول. كيك ذا بول اوت. محمد محسن درايف. جون من جديد. تصويب 3 بوينت بالماني تايم من الداون تاون. حلوة لجون كروسبي. حلوة ل3 بوينت. حلة بأداء مثالي إلى غاية الآن. 70-73. ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ حاول بالاند وان ويحصل على الخطأ ديكسون ديكيمبي. رميتين حرة لديكسون. الواضح أمامنا بالصورة أيضا أحمد عبد الخالق مدرب فريق الحلة أكيد مستاء جدا من القرار التحكيمي الأخير، لكن أكيد الخطأ كان واضح جدا. رميتين حرة لديكسون ديكيمبي على التنفيذ. أولى بنجاح. 73-71. من سينتصر في هذا اللقاء المهم؟ ثانية ضاعت. ريباوند لمصلحة الحلة. جون محاولات.
جون كروسبي اللاعب الليدر. ضاعت الكرة، تيرن اوفر بغرابة شديدة. محمد محسن كان اوبن شوت، ما مرر له الكرة. مستحيل ما يفعله جون كروسبي في هذه اللحظات المهمة جدا من عمر هذا اللقاء. كرة تقف عند نقطتين حاليا، فارق لمصلحة الحلة. كرة للكرخ بالانسايد، خالد حسن كيك دبل اوت. فريد ايضا تيرن اوفر وفقدان للكرة. انتقال الحيازة لمصلحة فريق الحلة بغرابة شديدة. ايضا التيرن اوفر حاضر. اذا احبة المتابعين والمشاهدين 73 71 تقدم لمصلحة الحلة مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع في هذه اللحظات. نعود من جديد احبتي المتابعين والمشاهدين لهذا اللقاء الناري. الحلة يتقدم بفارق سله واحده. الكرخ يتعرض للاحراج ما بين جماهيره وفي ارضه في هذا اللقاء. كرة لجون الحلة. احمد عبس، احمد كروس اوفر، الدخول دوران يبحث عن الهيلب. محمد محسن بالانسايد، صافرة تحضر. تبقى الحيازة لمصلحة فريق الحلة. يتجدد زمن الهجمة ل 14 ثانية. كرة من الحد النهائي. علي علاء، علي كروس اوفر، دخول على الباك بورد. اين النقطتين؟ الريباوند حاضر. صافرة في هذه اللحظات، خطأ حاضر. خطأ حاضر في هذه اللحظات. كوتش بلال حاتم اكيد مستاء من هذا القرار التحكيمي. دقيقة ثانيتين متبقية على انتهاء زمن هذا اللقاء الناري جدا. ماذا سيحدث؟ رميتين حرة لمصلحة علي علاء. الأولى بنجاح، حلوة للاعب الشوتنج جارد، اللاعب الشاب أكيد 18 سنة، مترين وسنتيم طول هذا اللاعب، أكيد كابتن منتخبنا لفئة الشباب. ثاني أيضا بنجاح، حلوة لعلي علاء، أداء راقي جدا من الحلة، فريق كله أون فاير منذ بداية هذا اللقاء. مباراة على المحك، شاكير سميث آخر الثواني، محاولات سميث من جديد، دخول الجامب الشوت، ضاعت هذه الكرة. هنا الريباوند، ريباوند لمصلحة أحمد محمد. له من أداء مثالي للحلة هذا اليوم، روحية عالية لهذا الفريق، حلوة للاعبي فريق الحلة، أكيد إحراج وصيف الموسم السابق 75-71. مباراة في طريقها أن تذهب لمصلحة فريق الحلة. رميتين حرة لأحمد محمد،
الرمية الأولى بنجاح. نايس شوت. تستحق الإشادة أكيد يا أحمد محمد. الرمية الثانية أحمد محمد أيضا بنجاح. اون فاير أحمد محمد عبس. 42 ثانية متبقية، وأحمد محمد عبس يعطي التقدم وزيادة الفارق أكثر وأكثر لمصلحة فريق الحلة. إذا أحبتي المتابعين والمشاهدين 77-71 تقدم لمصلحة فريق الحلة مع وجود تايم اوت وقت مستقطع لمدرب فريق الكرخ الكوتش بلال حاتم. عودة من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين. آخر الثواني في هذه الفترة، الحلة يتقدم ويحرج الكناري. هذا سيحدث في الثواني المتبقية. كرة من الحد الجانبي، سميث على التنفيذ، ديكسون ديكنبي، دخول تسجيل حلوة لفريق الكرخ، تقليص الفارق 73-77. جديد نعود للتايم اوت. نعود من جديد إليكم أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. لقاء على المحك، الحلة يتقدم، صافرة حاضرة في هذه اللحظات، خطأ لمصلحة فريق الحلة. الحلة يقدم أداء مثالي في لقاء اليوم. 22 ثانية متبقية، إحراج كبير لوصيف الدوري فريق الكرخ الذي بدأ بداية مثالية في المرحلة الأولى، يعاني حاليا أكيد الخسارات أمام فريق الحشد الشعبي وأيضا الدفاع الجوي. وضعت الفريق في مأزق كبير، وحاليا
ومتأخر بالنتيجة. ماذا عساه أن يفعل مدرب الفريق بلال حاتم؟ وللرميات بنجاح جون وفريق الحلة بطريقهم للفوز. ثاني الرميات ضاعت. ريباوند ديكسون ممكن أن يأخذ كويك شوت على 3 بوينت، لكن هناك خطأ حاضر في هذه اللحظات. 78-73. شاهد هذه العادة. خطأ كان على اللاعب علاء حسين. أكيد الحديث ما بين حكام اللقاء. عودة لتقنية الIRS من جديد. ثم تحدثت عن بداية الكرخ المثالية في هذا اللقاء. كانت البداية أكيد المثالية في المرحلة الأولى، انتصارات على زاخة والحشد الشعبي والحلة والتجارة والكهرباء وغاز الشمال ودربندخان، مقابل 3 خسارات كانت أمام منافسين مباشرين على اللقب، أكيد أمام الدفاع الجوي ودجلة الجامعة والشرطة. الشرطة أيضا اللي حاليا هو في مرحلة استقرار بعد نتى الكوتش خالد يحيى، أيضا تواجد لمحترفين أمثال تايري كرامب، وأيضا لاعب الجديد الحاضر في تشكيلة القيثارة جيمس جاستس. نعود لأجواء هذا اللقاء. حكم يعلن عن وجود خطأ متعمد، وأيضا اللاعب علاء حسين يغادر بالأخطاء الشخصية. مباراة مشتعلة جدا، أخطاء فنية كثيرة في هذا اللقاء. أيضا هناك طرد للاعب علي حاتم من فريق الكرخ، وأيضا طرد للاعب فريق الحلة دايتون. رميتين وحيازة لمصلحة ديكسون. ديكنبي ضاعت بالمالي تايم يا ديكسون، فريق محتاجك أكيد. رمية ضاعت بانتظار التنفيذ. الرمية الثانية ديكنبي بنجاح، حلوة للكرخ، أكيد عندهم فرصة للتعويض. تبقى الحيازة لمصلحة الكرخ من الحد الجانبي. اللونج باص فريد رعدي إلى رشيد. فريد من جديد على 3 بوينت قصيرة ضاعت. ريباوند علي علاء آخر الثواني. أحمد محمد يكسب الخطأ، وللحل آخر 5 ثواني. لكن قبل ذلك علي علاء الموسوي يحتفظ بالكرة بشكل مثالي، لذلك وصلت للواضح أمامنا بالصورة. أحمد محمد عبس يتحصل على رميتين حرة. معاناة كبيرة فريق الكرخ في هذا اللقاء. إذن هناك تشالنج وتحدي من مدرب فريق الحلة الكوتش أحمد عبد الخالق. دعم، هناك تحدي لقرار الحكم. نعود من جديد لتقنية الIRS. ماذا حدث في اللقطة الماضية؟ هل هو خطأ لمصلحة أحمد عبس صاحب 26 عام، واضح أمامنا بالصورة. إذن نورمال فاول، خطأ طبيعي، رميتين حرة. لكن اللاعب رشيد عماد يغادر أيضا بالأخطاء الشخصية. الحلة إلى غاية الآن بالطريق الصحيح. 5 ثواني تفصل فريق الحلة عن الفوز. أحمد محمد عبس على التنفيذ بنجاح على التصويبة.
الحلة في طريقة لتحقيق الفوز الرابع. ثانية ضاعت آخر الثواني. ديكسون ديكنبي تصويب، ضاعت هذه الكرة ثم تأتي صافرة الحكم لتنهي أحداث هذا اللقاء. الحلة يفعلها وينتصر على الكرخ. حلوة لفريق الحلة هذا الأداء الراقي هذا اليوم رغم المعاناة الكبيرة لفريق الحلة. يفوز على وصيف الدوري في الموسم الماضي. إذن ألف مبروك لفريق الحلة وهارد لك لفريق الكرخ. الحلة يعود إلى التوازن بعض الشيء، يصل